تخيل معايا تفتح بروجكت كنت شغال عليه من يومين أو حتى من شهرين، وفجأة لقيت رسالة الكوميت مكتوبة بالشكل ده: فيكس بج. هل هتفهم إيه اللي حصل أو إيه اللي اتعمل أو إيه السبب؟ أكيد لأ. النهاردة هنتكلم عن موضوع صغير وسهل لكنه مهم جدا، وهو إزاي تكتب جيت كوميت مسج صح. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وخلينا نعرف في الاول يعني ايه كوميت مسج اصلا وليه مهم. مبدئيا كده الكوميت مسج هي الرساله اللي بتكتبها بعد ما بتحفظ تغييراتك على جيت، يعني اي تغيير بتعمله او اي حاجه بتكتبها بتيجي تعمل بعدها كوميت، فبتكتب المسج كوميت. وظيفتها انها بتحكي القصه بكل اختصار، يعني ايه اللي اتغير وليه اتغير. وطبعا مش عايز اقول لك عن اهميتها، عشان اولا بتسهل عليك فهم الكود، يعني لو رجعت بعد كده بصيت على الكود هتفهم انت عملت ايه وعملته ليه. ثانيا لو شغال مع تيم او كده فده بيسهل الحوار جدا، يعني لو حد دخل شاف الكومنت بتاعك فهيفهم انت عملت ايه وعملته ليه برضه، مش هيخش بقى يحتاج يسألك او يخش يدور وراك. ثالثا او ده اهم حاجة تقريبا، بتخلي الكود بتاعك منظم وشكله احترافي. ودلوقتي خلينا نعرف ايه هي مكونات الكوميت مسج. الكوميت مسج بيتكون من 3 حاجات رئيسية، وهم التايتل والبادي والفوتر. تعالى نتعرف على كل واحد باختصار. التايتل ده اهم جزء واكتر حاجه هتستخدمها يوميا، وده بيكون شكله شبه ما انت شايف، وهنتكلم عنه بالتفاصيل فيما بعد دلوقتي. انما البادي ده برضه بيكون شكله زي ما انت شايف، وده شرح اكبر، يعني ايه لو عندك تفاصيل عايز تكتبها اكتر، او لو الموضوع او الشرح معقد وعايز تكتبه بالتفاصيل شبه ما قلت لك، فانت بتكتب البادي. عندك بقى الفوتر، ده طبعا برضه مش بتستخدمه، نادرا لما تستخدمه، يعني اقل من البادي كمان. ده بقى بتستخدمه مثلا مفيد في حالات زي رقم التاسك مثلا او حاجه زي كده شبه ما انت شايف قدامك. وطبعا في اغلب الوقت هتكتب التايتل بس. البادي ده شبه ما قلت لك فين وفين، انما الفوتر تقريبا ممكن ما تكتبوش خالص. ودلوقتي هنرجع لاهم جزء وهو التايتل. طبعا التايتل بيتكون عندنا من 3 حاجات مهمه، وهو التايب والسكوب والشورت مسج او الشورت ديسكريبشن. طبعا التايب عندنا كذا تايبس. اول حاجه الفيت اللي هو اختصار فيوتشر، ده لو هتضيف ميزه جديده مثلا. فيكس ده طبعا عشان تصلح باج او بتصلح مشكله. عندك الستايل ده مثلا هتعدل على حاجه في الستايل في التنسيق، سي اس اس تيلويند هكذا. ريفاكتور دي مثلا اعاده هيكله الكود او اعاده للهيكله بتاعت الكود. دي طبعا اكتر الحاجات اللي هتستخدمها. طبعا في حاجات كتير تاني، وهسيب لك الدوكيومنتيشن او الريفرنس اللي انا استعنت بيه في الفيديو دوت في الديسكربشن تحت لو عايز تبص بص. وتعالى نكمل. طبعا بعد ما بتكتب التايب بتيجي بعد كده للسكوب. طب ايه هو السكوب؟ السكوب ده هو الحاجه اللي هتتغير او التعديل ده هيحصل فيه. وطبعا هناخد امثله بعد كده. عندك بعد كده الشورت مسج، ودي اللي هو بتكتب وصف صغير بتوصف فيه اللي حصل. تعالى ناخد امثله. تخيل معايا جيت تضيف زرار جديد لتفعيل الدارك مود، فهتكتب ايه؟ طبعا الطيب هنا انت بتضيف ميزه فدي فيوتشر، هتكتب فيت. طبعا السكوب إيه اللي هيتغير؟ اليو اي، فانت تكتب في السكوب يو اي. المسج انت عملت ايه؟ اد دارك مود توجل. بس كده، شفت بسيطه وسهله، وتبان لك كود او مسج سهله بس هتنفعك فيما بعد. طب تعالى مثلا وليكن الدارك مود ده مش شغال في الموبايل، فهنعمل ايه؟ هنكتب فيكس. طبعا السكوب هيبقى ايه؟ يو اي برضه. فيكس دارك مود توجل اون موبايل. شفت بسيطه ازاي؟ طب تعالى مثلا هعدل في السي اس اس، فهنكتب ستايل. طبعا برضو السكوب هيبقى ايه؟ يو ار. هنكتب ايه مثلا؟ ادجست بوتون بادنج. انت عدلت البادنج بتاع البوتون او ظبطت البادنج. بس كده. طب تعالى مثلا عايزين نعمله اعاده هيكله للكومبوننت، فانت مثلا بتكتب ايه؟ اعاده هيكله فريفاكتور. الكومبوننت ده مثلا فين؟ إيه اللي هيتغير؟ التو دو. والمسج هتكون ايه؟ split list into smaller components. فانت عملت ايه كده؟ الليست دي كانت كومبوننت كبيره، فانت قسمتها لكومبوننتس صغيرين بس كده، ولا عملت حاجه زياده ولا حاجه اقل.
فدي ريفاكتور. شُفت مسج بسيطة بس بتخلّيك فاهم. وخلّيني أقول لك على شوية نصايح هتفرق معاك جدًا وأنت بتكتب. أولًا وأنت بتكتب الرسالة فكّر كده أنت بتكلم نفسك في المستقبل، اللي هو إيه، هل أنا لو شُفت الرسالة دي في المستقبل هافهمها؟ تاني حاجة اسأل نفسك سؤالين what وwhy، اللي هو إيه اللي هيتغيّر وليه اتغيّر؟ يعني أنا هاغيّر إيه وهاغيّره ليه بمعنى أصح. دايمًا استخدم صيغة الأمر، يعني ما تكتبش added future، اكتب add future. شبه ما قُلت لك طبعًا لو التغيير بسيط الtitle كافي جدًا، وده طبعًا اللي هتستخدمه في معظم الوقت. لو عايز تضيف حبّة تفاصيل أو حبّة وصف بقى كبير الbody. طبعًا الfooter شبه ما قُلت لك كده فين وفين. وطبعًا تعالَ أقول لك على extension مفيدة ممكن تفيدك برضه. طبعًا كلنا بنستخدم دلوقتي الUI بتاع الVS Code عشان نعمل commit أو عشان نpublish على GitHub أو أي حاجة. فعندنا extension لطيفة اسمها GitHub Copilot Chat. الextension دي بتعمل لي إيه؟ هتلاقي هنا عندك زرار النجمتين ده بيعمل لك إيه؟ generate commit message. ده لو دوست عليه كده بكل سهولة هتلاقيه كتب لك الcommit message بكل اختصار. بس طبعًا عشان أنا ما عملتش أي commit من ساعة ما بدأت الproject فطبعًا كتب لي حاجات كتير. بس طبعًا دي إضافة كويسة جدًا لو أنت عايز توفر على نفسك كتابة الcommit message، بس طبعًا يستحسن إن أنت تكتبها بنفسك عشان تفهمها فيما بعد. أو ممكن تستعين بيه اللي هو مثلًا إيه لو أنت الفكرة مش جاية في بالك فتستعين بيه يفكّرك. وبكده يا شباب تكون عرفت إزاي تكتب الgit commit message صح. وطبعًا شبه ما قُلت لكم أهم حاجة الtitle يكون واضح، الbody مش هتستخدمه غير فين وفين، الfooter نادرًا. وطبعًا استخدم الأنواع بتاعة الcommit منظمة زي بقى الstyle، الfix، الfade، وابتعد عن الرسائل الغامضة زي update أو fix bug. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وطبعًا قُل لنا في الكومنتات عايز إيه الفترة الجاية يعني، إيه المحتوى اللي عايزه. وطبعًا أنا بافكر الفيديو الجاي أعمل نفس الفيديو نفس فكرة الفيديو ده بس عن الRedmi Fire. فلو عجبتك الفكرة ما تنساش برضه تقول لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.